اهلا بيكم مره ثانيه في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو حساب توفير المستقبل اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، او حساب اللي هو التوفير بتاع الشباب. حصل فيه تعديل جوهري جدا بعد تعديل الفايده الاخير، وكان لازم اشرحه سواء في تعديل الفايده او كمان في حد الاقصى للحساب. كان قبل كده كان في مشكله بالنسبه للحساب لو زاد عن 100000 جنيه بتلاقي الحساب اتوقف. يعني رصيد انا بتكلم عن رصيد حساب التوفير، بتلاقي الحساب اتوقف، وبتلاقي كمان وتلاقي الحساب بيفضل ما عليهوش حركه، يعني بتقف حركه، يعني حركه مدينه لا تقدر تسحب منه ولا تعمل فيه ايداع زياده الا بعد ما ترجع الرصيد لاقل من 100000 جنيه عشان خاطر تقدر ان انت تتعامل الحساب. تم تعديل الحد الاقصى اللي الحساب ممكن يشيله من لغايه من 100000 جنيه، وصل لغايه 500000 جنيه. كمان في خبر يعني يعتبر غير صار الى حد ما، ان كان كل حساب التوفير المستقبل كان كل الحسابات اللي عليه، كان كل ما كانش عليه مصاريف، لا مصاريف كشف حساب ولا اي حاجه. تم تعديل كشف الحساب، بس هيبدا التعديل ده من اول مارس 2023. ليصبح ان كشف الحساب كل 3 شهور هيبقى بمصاريف 45 جنيه. طب تعال نشوف مع بعض كده الاسعار الجديده، وتعال نشوف اهم التعديلات اللي موجوده فيه. ده التعديل الجديد الخاص بالحسابات. احنا قلنا ان هو كان بيبدأ من 3000 جنيه، ومن 3000 ل 100000، ومن 100000 ل 500000. وطبعا احنا عارفين ان مش هيزيد عن 500000، فده الحد الاقصى لايه؟ لدورية الصرف العائد. طبعا من 3000 ل 100000 كان الشهري من 75، وبعد كده زاد ل 85، وبعد كده اللي هو كل 6 شهور، طبعا كل 6 شهور 85، كل لا معلش انا اسف، الشهري 75، كل 3 شهور 85، كل 6 شهور 85، وبعدين السنوي 95%. من 100000 ل 500000 هيبقى الفايدة تبدأ من 6%، وبعدين 6 و10 كل 3 شهور، وبعدين كل 6 شهور 6 وربع، والسنوي معلش كل 6 شهور 6 و15 من 10، وبعد كده السنوي 6 وربع. تمام كده. ده كده شريحة أسعار الفوائد الجديدة بعد التعديل. تمام. طبعا هي لو في حتى زيادات طفيفة، ولكن في زيادة في في فرق أسعار الفايدة على الحسابات. تمام كده. ده كده السعر الجديد بعد التعديل. تعال نشوف كمان ايه اللي حصل كمان في الحساب، في تعديلات جوهرية خاصة في طبيعة الحساب ذات نفسه. دي مقارنة للي حصل لتعديل الحساب قبل التعديل وبعد التعديل. هنشوف الحد الأقصى رصيد الحساب كان قبل التعديل كان 100000 جنيه، بعد التعديل بقى 500000 جنيه زي ما احنا شايفين. تمام. كان الحساب قبل التعديل بيتم استقبال ايه؟ يعني ممكن إضافة مرتبات فردية. بس يعني ايه مرتبات فردية؟ يعني انا كراجل مثلا بقبض مرتب، انا ممكن احول مرتب عليه مفيش مشكلة كفردي. لكن كمان بدأ يتضاف عليه حاجة اسمها مرتبات فردية وجماعية. يعني ايه؟ بنسمع عن نظام اسمه نظام تحويل المرتبات اللي هو الاوتوماتيك، اللي هو حاجه اسمها بي رول عند بعض الناس. ده ممكن كان قبل كده كنت انا بجيب تحويل مرتب مع نفسي. يعني انا ممكن اجيب تحويل مرتب مع نفسي، انا كشخص انا ليا مزاج مثلا ان انا عايز احول مرتبي على الحساب ده، فبجيب جواب تحويل مرتب من البنك، وبروح الايه الشركه، او بروح المكان اللي انا تابع ليه، بحول مرتب عليه. في نظام تاني ان الشركه ذات نفسها بتتعاقد مع البنك على مجموعه من الحسابات. تمام. والحسابات دي بتتحول اوتوماتيك، بيتم ربطها بنظام الشركه، وكل شهر بيتحول اوتوماتيك من الشركه للحسابات دي مرتبات الموظفين مره واحده. تمام. ده اسمه نظام بيرول، او نظام المرتبات، او نظام تحويل المرتبات الحكوميه، او تحويل المرتبات الجماعيه. ده كان قبل التعديل كان بيبقى تحويل المرتب الفردي فقط لا غير، لكن بعد التعديل كمان بقى بيبقى الفردي والشركات. تمام. دي طبعا فايده لاصحاب الحسابات دي، زي ميزه كده اصحاب الحسابات برضو. تمام. نيجي بقى الحاجات اللي بتزعل بقى. ماشي، يعني احنا كده خدنا المميزات، نخش على العيوب. مصاريف كشف الحساب كانت مجانا. تمام. اللي هي كل 3 شهور كانت مجانا قبل التعديل. بعد التعديل قال لك بتبدا ب 45 جنيه، على ان يتم التطبيق على كافه العملاء القائمين والجدد، اللي هو يعني القائمين اللي هم الجديد، القائمين اللي له حساب قديم، والجديد كمان اللي هو لسه هيفتح اعتبارا من دورة اقفال مارس 23. يعني من اول شهر مارس 23 سنة 2023 هيبدأ في مصاريف تتخصم على حساب التوفير. على فكرة يا جماعة الموضوع ده مهم جدا، ونخلي بالنا عشان في ناس فاتحه الحساب ده على اساس ان هو مجانا. يعني مهم جدا 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 جدا، انا بكررها تاني اهوت. يعني يا ريت الناس تاخد بالها ان الحساب اللي هو توفير المستقبل، عشان خاطر كان معظم الشباب كان بيعتبر ان هو بيقول مصاريف، هيبدا عليه مصاريف 45 جنيه ابتداء من شهر 3 الجاي. تمام كده. مصاريف كشف الحساب الالكتروني طبعا، وده يعني
سواء في الحالتين بتبقى مجانا يعني. تمام كده، عشان مش عايزين نخش في تفاصيل تانية خاصة بتطبيق كشف الحساب. تمام كده. طيب ده كده اهم التعديلات اللي تمت على الحساب توفير اللي هو توفير المستقبل. طبعا ناخد بالنا اهم حاجه فيها اللي هو زياده حد السحب من 100 ل 500 الف، والمصاريف من بعد ما كانت مجانا بقت ب 45 جنيه. تمام. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله نكون نقابلكم في حلقه جديده، ومع السلامه.